اقول لك حاجه، انا مش معترض على الخروج من كاس مصر، لان انا عندي بطولتين هم اهم من كاس مصر دول بكتير. كده كده الاهلي والزمالك طلعوا بره البطوله، يعني دي اول مره من 12 سنه تقريبا يعني. بس انا عايز اعرف، بس اقول، بس هعترض قوي لو الكونفدراليه او الدوري المصري حاجه حصلت فيهم، حاجه حصل مشكله، حصل اي حاجه، انا بقى هتضايق وهعترض وهزعل. بس انا عايز افهم الكونفدراليه دي، انت قدها هتلاعب نادي اسمه اوتوهو في الكونغو، ماتشاته كلها في العوده، فالدنيا سالكه ان شاء الله. وعندك برضك مصر هيلعب شاب بلوزداد اللي هيكسب منهم على لعبه. شاب بلوزداد اصلا ضايع، فانت نص النهائي احتمال كبير قوي اصلا تلعب المصري. حاجه حلوه ان انت اساسا ماتش رايح الجاي بتاعك في مصر، وتقريبا ممكن يبقى في نفس الملعب، فانت عارف انك تلعب، فانت عارف ان انت ممكن تكسب الماتش ده، بالذات انك عارف ان انت المرشح الاول للبطوله، وان انت هتعرف باذن الله انك تكسبها، وان انت مرشح جدا انك توصل النهائي. انت 90% المفروض يعني انك توصل النهائي. انت تعدي نادي اوتوهو، هتلاقي شباب البوزدادي المصري، واحد في الجزائر، والجزائر يعني مع احترامي ليهم ضايعين في البطوله. وعندك المصري تقدر باذن الله انك تعرف انك تكسبه، المصري ما كسبكش ولا مره. فانت عندك ايه؟ نهائي بين مين؟ الوداد. انا متوشح جدا ان الوداد الاول هيبقى نهائي، وانت باذن الله هتعرف تكسب، لان انت بتعرف تكسب النهائيات دي، النهائيات دي بتاعتك.